مفيش جرح ما بيخفش، ولكن مفيش جرح بنسيبه يغير لما لا نهاية في العصر ده. ربنا سبحانه وتعالى لما جعل جسم الإنسان خلى أي جرح، أي واو موجودة عندنا تخف لوحدها. دي عندها الآلية إن تعيد تنظيم الخلايا عشان خاطر تتعاطف مع بعض ويبدأوا يبنوا المكان اللي فيه فقد بالأنسجة. ولكن مش الطبيعي في العصر ده مع العلم اللي ربنا اداهولنا ان واحد اخليه عنده قرحه يقعد يغير عليها بما لا نهايه. امال مهمتنا كجراحين تجميل ان احنا لما بنيجي نقيم القرحه اللي موجوده قدامنا او الواوا اللي موجوده قدامنا، ان احنا نعرف ايه الاختيارات المتاحه اللي احنا ممكن نغطي بيها المكان ده. لان القرحه طول ما هي موجوده هي سبب عدوى وفقد للسوائل لو ما حصلش حتى عدوى، وممكن تأثر على نفسية الإنسان لو ما حصلش ده وده. مفيش حد بيغير لما لا نهاية. أيوة كل الجروح بتخف في يوم، في شهر، في سنة، في سنتين، ولكن ليه أقعد كل ده؟ ناهيك إن القرحة لما بتقعد أكتر من 3 شهور ممكن تبقى قرحة مزمنة، وفي الوقت ده ممكن والعياذ بالله تقلب لقرحة سرطانية. عشان كده بعد 3 شهور القرحة لو فضلت قاعدة هناخد منها عينة عشان نتأكد إنها ما لقتش أي قرحة وحشة. هو في قرح ممكن تقلب حاجة وحشة؟ ما لسه قايل لك إن القرحة لو قعدت أكتر من 3 شهور ممكن تقلب وممكن ما تقلبش. طب ليه نسيبها تقعد تغير عليها لما لا نهايه لما ممكن نعمل اجراء بسيط نخفف به الموضوع؟ اذا عرف السبب بطل العجب. نعرف هو سبب القرحه ايه، ايه اللي خلاها ما تخفش لحد دلوقتي، نعالجها صح تخف وتنبسط وكل مصر تنبسط.